مرحبا بكم الناس الكل في صفحة الترجي لايف، الصفحة التي تهتم بكامل أخبار الترجي الرياضي التونسي. نتحدث اليوم إن شاء الله على جولات اللي قاعدة إدارة الترجي الرياضي التونسي يتفاوض فيهم، واللي بنسبة 90% باش يتم انتدابهم في الفريق. اللاعب الأول هو اللاعب التونسي وليد القروي. بعد انتهاء عقده مع نادي الظفرة السعودي، دخل الترجي الرياضي التونسي في مفاوضة مع هذا اللاعب. اللاعب الثاني وهو لاعب أو مهاجم يانج أفريقيا التنزاني، وهداف كأس الكونفدرالية، وهو اللاعب فيستون كارالا مايلي. اللاعب الثالث وهو اللاعب يوسف البلالي، والذي أبدى رغبته في القدوم إلى صفوف شيخ الأندية التونسية. وقد تعمل إدارة الترجي الرياضي التونسي على هذا الملف من أجل استقطاب هذا اللاعب للمشاركة في البطولة العربية للأندية. اللاعب الرابع وهو لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري هيكل الشيخاوي، الذي قدم عروض ممتازة هذا الموسم، وهو على طاولة حمدي المدب، الذي أبدى رغبته في انتداب هذا اللاعب. ثم اللاعب الخامس والأخير حارس مرمى الاتحاد الرياضي المونستيري والمنتخب الوطني التونسي بشير بن سعيد، والذي لم ينفي خبر قدوم عرض من الترجي الرياضي التونسي.